مصر. مصر أم الدنيا، رح تبقى أم التوقعات من اليوم للسنين اللي جاية. الشباب المصري مستمر بدوامة البحث عن قائد بيرضي طموحاته، وما رح يوفر وسيلة وما رح يهدى قبل ما تحقيق أهدافه. الجيش المصري إلى الواجهة من منظارين: تململ المجلس العسكري ورفض بعض أركانه وشعور المغلوب على أمره، وحركة داخل صفوف الجيش بتأسس لانتفاضة بالشارع. الدين سيهاجم بالدين، تعليق مشانق بالساحات والميادين وأعداد أساليب وأعدامات بأساليب مختلفة. ميدان التحرير بيتحول لفترة لميدان للفوضى بدلا من ميدان الثورة. مخططات تغييرية بقودة قضاة ومعارضون، جزء منها بينكشف بوقت قصير. لقمة عيش المصريين وما يسمى ثورة الخبز والرغيف، وشعور الشعب بالظلم العميق وغضب الناس في سلوك الإخوان وبإدارة الدولة وتعيينات العشوائية لغير أصحاب الكفاءة رح بتشكل أم الثورات اللي رح بتأدي لتشويه ولاية الرئيس مرسي ثم لتقصيرها. تداخل الصراعات بين سائر التيارات السلفية والتكفيرية والدعوية بينهم وبين الإخوان والمسيحيين، وكمان الإخوان رح منشوفهم ضد الكل، بمطرح رح منشوف الإخوان حتى ضد الإخوان. رح تشتد حركة اغتيال شخصيات عامة وعمليات خطف واسعة وخلية متخصصة لإسقاط مرسي أو اغتياله. حركة انتقامية على ملاعب كرة القدم تربك الجمهور والفيفا. رح تدفع فرق الألتراس المصري ثمن تحركاتها وانتماءاتها الثورية. بيتابع المصريين بالشوارع وعبر الشاشات عملية نقل الرئيس حسني مبارك بمشهد بحزن البعض. خطوات أولية على طريق كشف النقاب عن أثار تاريخي جديد بتهتز له متاحف العالم. أركان السينما المصرية رح تنتج أعمال فنية ضخمة من خارج مصر وفي الداخل المصري. تجمعات فنية سائرة ما رح تسلم من سقوط ضحايا، وأحد الأعمال بيطال الرئيس وأركانه بيصير ضجة بعرضه وبتوقيته. موجة من العنف الإعلامي بتترافق مع قمع الأقلام واعتداءات فاضحة على إعلاميين ومباني إعلامية. المعاهدات المصرية الإسرائيلية وضمن الحدود بين الدولتين، بعضها برسم النسف وبعضها برسم التعديل، وكلها لن تمر بسلام. في آخر الصور المصرية منشوف الرئيس مرسي بين فكي الفضايح والحصار.